يا هلا يا سهير، مساء الخير ونهارك زين إن شاء الله. يا هلا يا سعاد يا قمر. يا رب ايامك كلها نعم وخيرات ونعيم ورضا. ايه اخبارك؟ عامله ايه؟ والله الحمد لله بخير نعم من الله. هلا بس. النهارده هنتكلم على حاجه من اللي خدناها في رحلتنا دي، من الحاجات اللي فرقت معانا، نعمه من النعم اللي عرفنا نعيشها. في ناس يا سوسو بيبقى عمرها 70 سنه، مهم. بس لما تيجي تتعاملي معاها تحسي نفسك بتتعاملي مع حد 20 30 سنه. طاقه 20 30 سنه، نفع وعطاء وقوة 20 30 سنة، صحة 20 30 سنة، جسم حد 20 30 سنة، النشاط والحركة وكل حاجة تتعاملي معاها فيها، المخ، التفكير. في سن ال70 ده بتلاقي ناس مثلا عندها زهايمر، خلاص هي مش فاكرة أساسا حاجة. في ناس مهم. تانية في سن ال70 تلاقي اللهم بارك، إيه ده في عطاء. فسن الحكمة بالنسبة لها سن البصيرة العالية. صح. كمان في شباب في سن ال20 و30 سنة، تيجي تتعاملي معاهم تحسي نفسك بتتعاملي مع حد عنده 70 سنة، 80 سنة. يأس، إحباط، مفيش طاقة، صحة متدهورة وزي الزفت، عطاء صفر. هو ما عندهوش قدرة إن يديكي أي حاجة، صح. يعمل أي حاجة، مش بس مهم. ينفع الناس، هو ما عندهوش قدرة يصلح حاله هو. مهم. صحته متدهورة. بالتركيبة الخارجية، عارفة مش في ناس تلاقيها تحس الجسم بتاعها، حتى الجسم كده بينطق ان الشخص ده جسمه تعبان مش صحي. انعكاس، ايه اكيد. فازاي في ناس بتعيش ده وناس بتعيش ده؟ انا وانتي الحمد والشكر لله، يا رب يا رب يتمها علينا نعم. اللهم امين. سعينا في رحلة التزكية والتطور اللي احنا عملناها والتطوير والسعي وراء الافضل، ان احنا نبقى افضل. عملنا خطوات او مشينا خطوات، انا راضية عنها الحمد والشكر لله، الحمد عشان نوصل لده لله. او نقرب من ده، او نبقى عايشين جزء من ده، من النعيم ده، نعيم الشباب، العطاء، القوة، البصيرة. فانا عايزاكي تحكي لي الحاجات اللي ساعدتيها في الموضوع ده. هو الموضوع والله بزاف مهم. يعني إن شاء الله الكل يركز على هذا الموضوع، يعني لأنه راح يعمل فارق بزاف كبير في حياته، يعني ومش فقط في حياته، في حياة عائلته، في حياة المجتمع ككل، في حياة الكون يعني بشكل كامل يعني. بالنسبة لي أنا. قبل ما تبدأي عايزة اعرف اللي بيسمعنا حاجة. مهم. احنا لا جايين نقول نصايح، ولا جايين ننظر على حد، ولا مهم. جايين نقول ان احنا وصلنا لتمام المعرفة في الحتة دي. انا والله من القلب، انا وسوسة من القلب كده، دقنا نعيم حاجة، حاجات طبقناها دقنا النعيم، طعمها حلو قوي. فعايز تدوقها لكل اللي بتحبه، لكل الناس اللي تعرفك، لكل الناس اللي بتسمعك. فاحنا اللي بنحكيه ده مش نصايح خالص، دي تجربتنا اللي احنا جربناها. اتفضلي يا حبيبي، معلش قطعت. فعلا والله سهير، والله أنا أصلا جاية من هذه النقطة اللي أنت كنتي تحكي عنها. أنا أصلا جاية، كنت كنت في هذا الوضع، كنت في هذه الحالة وفاهمة بزاف ناس يعني. أنا كنت في وقت من الأوقات كان عمري تقريبا 24 كذا يعني. فكنت نمشي جسد بدون روح، والله العظيم كنت نروح للخدمة يعني للعمل، جسد بدون روح يعني. فعلا كنت ضايعة نهائيا، يعني كنت تايهة نهائيا، ما كنتش عارفة أنا أصلا علاش عشت عايشة ولا الاحساس ده، عشت الاحساس ده والله في ففعلا والله أنا 25. عارفة يعني، فهذا أنا عارفة جدا لأني عشت الحالة هذه. والحمد لله أنا حاليا عايشة في حالة أخرى مخالفة ومغايرة تماما عن الشيء اللي كنت فيه. وصراحة يعني النقطة هذه هي اللي أدت إلى هذه النقطة. ولكن الإنسان إذا ما هو ما قعدش مع نفسه وحاول إنه فعلا يقول كلمة حقيقة أو يصارح نفسه، مستحيل راح يوصل من هذه المنطقة لهذه المنطقة. أوكي، بالنسبة لي أنا كيفاش وصلت لهذه المرحلة اللي أنا فيها؟ صراحة سألت. ونحب بزاف الكلام اللي يقول اسأل تعطى، إذا ما سألتش مش هتعطى. وأنا سألت في يوم من الأيام، أنا سألت ربنا يعني مني ليه، يعني يا رب وريني فقط الطريق، يعني أنا ليش حياتي هكذا يعني؟ أنا وين رايحة؟ أنا مش عارفة نفسي أنا أصلا وين يعني. فاهديني يعني، أعطيني إشارة، يعني أعطيني شيء يعني خليني إني نكون فعلا من هذه الحالة، يعني الحالة نخليني نحس بنفسي إني عايشة، يعني مش حاسة نفسي عايشة. والحمد لله ربنا هداني إني ركزت على 3 جوانب.
صراحة في حياتي أنا ركزت على الجانب الجسدي الجسماني يعني الفيزيائي، والجانب النفسي، والجانب الروحي. وهذه كان حوصلة بحثي يعني، والحوصلة اللي هداني ربي ليها يعني. ففي الجانب الجسدي الحمد لله. كلميني عن كل جانب فيهم، عملتي ايه حتى اه لو والله انا نبذة راح سريعة كده اتوصل عن فيهم كل. يعني لانهم مهمين بزاف. ففي الجانب الجسماني انا قلت لك انا بديت بالرياضه، وبديت باني نحرك جسمي يعني. ففي الحركه بركه يعني، حتى انها تخرج منها الطاقات السلبيه يعني، عدا عن الامور الاخرى يعني اللي هي رائعه بزاف، انه شكل جسمي اصبح هايل بزاف. انه ضبطت اكلي في مره من المرات. انا عملت تحدي ناو سكر صراحه يعني، ناو شوجر يعني. نحيته عام تقريبا سنة. وبعدها القهوة أنا اعتزلتها نهائيا حتى نضبط نومي. والحمد لله كانت زمان كانت تجيني شوية أحاسيس بزاف يعني مفاجئة، لكن لما بطلت السكر وعملت رياضة وكمان والحمد لله دخلت اليوغا اللي عملت لي بزاف استرخاء وهدوء في حياتي، حسيت فعلا نفسي قفزت قفزة يعني. هذا من الجانب الجسماني يعني. واكيد انا مش مني نفسي، ففي ناس بزاف تتكلم عن الغذاء الصحي، في ناس بزاف مختصة في الرياضة في اليوغا يعني. الحمد لله. وحاليا يعني احنا عندنا غنى يعني في هذه المواضيع. أما من الجانب النفسي فصراحة يعني، صراحة أنا كان عندي تأنيب بزاف، كان عندي عدم ثقة بنفسي، كان عندي بزاف مقارنات مع الناس. وكلها يعني عندها مصادرها وعندها جذورها يعني. الوعي الجمعي والمجتمع مربي ولاده عنها يعني. وكل الاحترام للناس اللي رباتنا وكل الاحترام لهم يعني، كل واحد حسب وعيه يعني. لكن أنا مشيت نقطة نقطة يعني. مثلا نقطة التأنيب أنا مشيت عالجتها بشوية يعني مع مختصين أكيد يعني. انا مشيت مثلا نقطة مثلا عدم الثقة بالنفس وعالجتها بشوية يعني. اكيد انا ما وصلتش للمئة بالمئة، لكني الحمد لله يعني انا يعني حققت انجاز عظيم يعني. وفعلا والله العظيم المشاكل النفسية. ايه اكتر معلومة خلتك حسيتي بالثقة بالنفس؟ انت حتنقليني للجزء الثالث يعني اللي هو الروحاني. صراحة اكثر شيء خلاني نوثق بنفسي اني رجعت تذكرت اصلي. انا انسان مكرم من الله، مهما كان الشيء اللي انا فيه، ومهما كانت التجربة الارضية اللي انا نجرب فيها، ومهما كان وضعي المادي والمالي والثقافي والاجتماعي واي شيء كان، مهما كان الشكل الجسمي، فانا انسان مكرم من الله. وربي خلقني في احسن تقويم سواء في شكلي او في جوانب اخرى يعني. فانا والله شاكر لله جدا انه خلاني وهداني اني نتذكر يعني. الانسان عارف لكن مش كل الناس متذكره هذه النقطه. وانا صراحه عايزة تقولي ان انت استمديتي قيمتك من ان انت جزء من الله او نفخة من روح الله؟ ده اللي عايزة طبعا تقوليه؟ اكيد، ما هو انا فهمتك ده صح؟ ربنا موضح لنا يعني انه ربنا كرمنا وربنا اعطانا مسؤوليه واعطانا تكريم كبير، وخلقنا في احسن تقويم يعني. شوفي، اي انسان يدور على ثقته او يبحث عن ثقته او ثقته في نفسه من انجازاته، من الناس، من ارائهم، من احكامهم، من بزاف امور يعني. والله العظيم اقسم بالله يحط نفسه في في سجن يعني. وانا خرجت نفسي الحمد لله بمعيه الله يعني من هذا السجن، اني عالجت التأنيب، عالجت عدم الثقة بالنفس. وباش ما نكونش يعني كلامي واهي يعني. انا صراحة اشتغلت على نفسي، تعلمت لغات، رحت تعلمت بزاف امور، واجتهدت في شغلي والحمد لله في خدمتي راني ممتازة يعني. الانسان اجتهد سعيا ماديا ونفسيا يعني، مش فقط هو سعي متكامل يعني. لكن اللي حبيت نقوله انه الجزء النفسي كما الجزء الجسدي في زوج يكملوا بعضهم يعني. فلازم الانسان يكون فعلا يعني يحاول يسعى انه يعيش افضل تجربه ارضيه، افضل تجربه حياتيه، انه يحاول يسعى انه تكون جوده حياته رائعه. الجزء الاخر اللي هو مرتبط بهم الاثنين اللي هو الجزء الروحي. انا لما ما كنتش فاهمه نفسي واحد، ما كنتش فاهمه ربي اثنين، ما كانش بيناتنا الصله الوثيقه يعني. كنت ضايعه والله العظيم بأتم معنى الكلمه، كنت ضايعه. وكنت صراحه من اسباب ضياعي اني كنت أخوض فيما يخوض فيه المجتمع، غيبة، نميمة، مقارنات، انه غل، حقد، يعني هذه الامور يعني. وصراحه هذه كلها كانها تعمل تقطيع لعلاقتك مع الله يعني. كأن تقطع فعلا، تقطع علاقتك مع الله بطريقه يعني صراحه مخيفه يعني. فالحمد لله انا بس غير مشيت يعني. انا اسلوبي اني نحب نفهم. مثلا هي الاوامر موجوده في القران الكريم وموجوده في كل الكتب يعني، سواء اسلام او غير اسلام. فانا حاولت اني نفهم. انا من الناس اللي تحب تفهم. فهمت ايش هي ماهيه الغيبه مثلا. علاش الغيبه مثلا محرمه في القران مثلا. فانا اللي اكتشفته انه انت الوضعيه او المكان او الظروف اللي خلقك فيها الله خلق معك
ناس، مجموعة من الناس. فهذا الناس اللي خلقهم ربنا معك، كل واحد فيهم عنده رسالة ليك. أقسم بالله العظيم ولا واحد فيهم ولا شيء ولا ظرف ولا أي شيء جاء عبثا. فأنا حسيت يعني من الفهم اللي فهمته إنه كأني أنا أم، أسب، فعلا والله العظيم أسب الله، أو أنكر فضل الله، إنه هو سخر لي من عباده ومن ملكوته ومن كل شيء في الكون باش يخليني أنا أصلح نفسي. مثلا إنسان جا ظلمني مثلا على سبيل المثال، أو إنسان مثلا أنا اخترته وبعدين انقلب علي مفعول الغيبة يعني على سبيل المثال. فأنا من بعد بالنتائج هذه اكتشفت إنه الغيبة ممنوعة. علاش؟ لأنه الإنسان هذا اللي أنا راح نختابه واللي أنا راح نحط عليه حكم، هو ربي أصلا بعثوا لي بأي صفة كانت باش ينبهني لنقطة معينة في نفسي، في قرارة نفسي أنا. فهمتني؟ وثاني نقطة ثانية، إنه هذا الإنسان المفروض إني نتذكر إنه هو حتى هو مكرم، وحتى هو حر، وحتى هو عنده تجربته الأرضية، وأنا ما عنديش عليه ولا حق، ولا هو عنده علي ولا حق. يعني أنا عندي الحق إني نغلط ونصحح، وهو عنده الحق إنه يغلط ويصحح. فتخيلي أن اغتبت إنسان، ومن ذاك من غدوة مثلا هو قرر إنه يتوب وقرر إنه يصلح نفسه. فصراحة كان الموضوع مؤلم بالنسبة لي يعني. فكأنني أصبح شوي عندي، فربطته بالتأنيب. يعني أنا علاش نحكي عليه؟ ما هو جاي أصلا باش ينبهني لشيء معين، وأصلا حتى وما نبهنيش فهو حر. فصراحة هذه من الأشياء اللي ساعدتني إني ما نختبش الناس. فكل واحد عنده عنده الداتا اللي متربي عليها، كل واحد عنده المكتسبات اللي اكتسبها، كل واحد منين جايب تصرفاته. فصراحة دعي الحكم لله صراحة يعني. فهذه ساعدتني بزاف إني ما نختبش ولا إنسان، إني نركز فقط على نفسي وعليكم أنفسكم. والحمد لله والله العظيم أنا متبعة هذا المنهج، وراني في نعمة كبيرة بزاف بزاف. فالحمد لله يعني صراحة يعني.